زهقنا بقى من الفراخ واللحمة والمحشي في الإطعام، فقلنا بقى ايه، نحول المطبخ النهاردة لمطعم سمك. ايوه، ما هو يوم ما اعمل كمية زي دي في المطبخ نحوله المطعم على طول. هنعمله بطريقة تحفة جدا، تتبيلة خطيرة قوي. هنصلي الأول على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك ودعوا من قلبك كده. ربنا يا رب يتقبل من المتطوعين اللي عملوا الإطعام النهاردة، ويجعل عملهم كده خالص لوجه الله، ويرزقنا وإياكم كده حسن العمل يا رب. تعالوا بقى كده على طول نشوف هنعمل ايه في الكميه اللي معانا. وطبعا ما ننساش دعوه لاخواتنا، ربنا ينصرهم. وبفكرك بقى لو بتشوفونا لاول مره، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الاشعارات للكل علشان يوصلك كل جديد. احنا طبعا علشان خاطر ننجز وقت، والاطعام ده اصلا جه فجاه كده، جبنا كميه السمك اللي معانا دي متنضفه. وطبعا ما ينفعش انك تجيبي الحاجه متنضفه من المحل وتتبلي وتشتغلي فيها على طول. لا، انا قررت ان انا اغسلها غسله كويسه وابص جوه السمك كله اشوف ايه اخباره يعني. بس بصراحه لقيته متنضف كويس قوي، مش محتاج غير ان انا اغطيه بالميه بالشكل ده، واحط عليه شويه دقيق وشويه ملح ومعلقه طحينه لو عندك بقى، ده اختياري. وهبدا بقى ان انا افتح الظهر بالشكل ده كده، يعني كل سمكيه همسكها واخد خط كده بالطول في ظهرها، واعصر عليها شويه ليمون. على ما نجهز التتبيله بتاعه السمك، هيكون ما شاء الله اللهم بارك اتنقع وبصوا بقى مظبوط، ومن جوه ببطنه دي هتلاقيها زي البفتة. تعالي بقى بينا على طول نشوف التتبيله اللي هنعملها ل65 سمكيه. تمام. اول حاجه بقى جبنا الكبه القروبه اللي معانا، ومعايا كوبايه توم، معايا كوبايه من الملح، معايا بقى نص كوبايه من كزبره وكمون ومعلقه كبيره من الكركم، وشطه وفلفل بقى على حسب ما بتحبي. تمام. انا حطيتهم الاتنين على بعضهم بالشكل ده كده، ومعانا كمان فلفل احمر، ومعايا ليمون. كمان هحط على المكونات اللي في الكبه هنا نص كوبايه من الخل. وبالنسبه لليمون بقى يا جماعه، انا هحط ليمونتين بقشرهم، وهعصر كده 5 ليمونات عصير بقى، يعني هاخد بس العصير بتاعهم. اهم حاجه الليمون اللي هتحطيه بقشره وشيلي منه البذر بالشكل ده كده. وهنبدا بقى ان احنا نضرب كويس جدا. عايزين الخلطه دي بصوا خشنه شويه، يعني ما تنعمهاش على الاخر. اهم حاجه ما تنسيش بقى تكتبي لنا كومنت كده ولايكات بقى، شجعينا بقى ان احنا نقدم لك كل وصفات سهله وبسيطه. طبعا انا ما حطيتش كل الكميه مره واحده علشان خاطر بس ايه الكميه تتفرم زي ما انا عايزه. بعد ما افرم بقى كل الكميه الجميله دي، بص بقى خدي بقى تتبيله خطيره، ريحتها وطعمها خطير. ويا سلام بقى لما تروحي ضايفه على المكونات اللي معانا دي كوبايه ونص من الخضره المشكله، شويه شبت وشويه كزبره وشويه بقدونس، حاجه كده يا سلام عليها. تتبيله سمك ما حصلتش، تنفع لكل انواع السمك، سمك صينيه، سمك مقلي، سمك مشوي، اللي نفسك فيه بقى. خلاص، هبدا بقى ان انا اظبطهم. بعد كده بقى هقسم التتبيله دي في طبقين، طبق نتبل منه السمك، والطبق التاني نسيبه زي ما هو علشان خاطر بس ما يتزفرش، احتاجنا منه ناخد بالمعلقه علشان نحافظ برضو على التتبيله لو اتبقى مننا شويه ولا حاجه. وطبعا لو حسيت ان التتبيله محتاجه شويه ملح بضيف واقلب عادي جدا. بعد كده بقى السمك هيتغسل ويتصفى من الميه بتاعته حلو قوي. بصوا بقى بنمسك سمكه سمكه بالشكل ده كده، يعني مش بنغسل كله مره واحده، يعني بنحاول على قد ما نقدر الاكل يطلع من تحت ايدينا نضيف، وبنهتم بكل التفاصيل علشان خاطر يطلع كده بنفس مفتوحه، يعني زي ما بقول لكم. تعالي بقى نتبل السمك. هاخد بقى سمكه سمكه بالشكل ده واتبلها، يعني من الاخر كده شويه تتبيله صغيرين هحشي بيهم البطن من جوه، وهتبل السمكيه من بره بالشكل ده. تمام. طبعا يا جماعه انا بكون غاسله ايدي كويس جدا، وعادي انا ممكن اشتغل بالجوانت مفيش اي مشكله عندي. بس بصراحه احيانا بيضايق في الشغل. فعادي مفيش اي مشكله طالما غاسله ايديا وايديا نظيفه، احنا كل شويه ايدينا تحت الحنفيه، وكمان بتتغسل بالميه والصابون دايما يعني. فهتبل بقى كل الكميه بنفس الطريقه، وهنسيب السمك ينقع شويه في التتبيله، ما ينفعش انك تقليه على طول علشان خاطر بس طعم السمكيه يكون ايه حلو قوي كده ولذيذ. عايزه اقول لك ان كان في معانا كام سمكيه كده من السمك الروسي، احنا هنقليه برضو وهنتبله بنفس الطريقه اللي هنعمل بيها السمك الشبار. طبعا علشان كنا نكمل العدد، انا بقول لكم الوجبات دي ما شاء الله يعني جت فجاه كده، وكان اسهل حاجه بالنسبه لنا بصراحه هي السمك. فخلاص بقى زي ما قلت لكم هسيب السمك يتبل شويه كده على ما نكون عملنا الرز. هنعمل بقى جنب السمك المقلي رز صياديه. جبنا بقى ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حلتين كبار، حطينا في كل حله منهم يعني تقريبا كده 5 6 بصلات كبار. بصوا انا كنت فرمت البصل في الكبه مكان التتبيله يعني. البصل هبدا ان انا احمره في الزيت لحد لما ياخد اللون البني الغامق شويه، وممكن تغمق البصل عن كده كمان. وبالنسبه لكميه الرز يا جماعه، احنا عملنا 9 كيلو من الرز، قسمناهم طبعا في الحلتين دول، الرز مغسول ومتصفي من الميه حلوه قوي. نظبط بقى ميه الرز، وطبعا كلنا
كلنا عارفين ان الرز المصري لو هتستخدمي كوبايتين رز يبقى قصادهم كوبايتين من الميه، وفي انواع رز بتاخد ميه اقل وميه اكتر، فعلى حسب بقى نوعيه الرز اللي انت بتستخدميها. فبنظبط بقى الميه بتاعه الرز بالشكل ده كده، وبنظبط الملح طبعا زي ما قلت لكم، وبعد كده بنغطي على الرز ونسيب كميه الرز بقى تشرب الميه على نار عاليه فوق المتوسط. وبعد كده بنبدا ان احنا نديهم تقليبه، مهم جدا تقليب الرز اللي ببصل ده، وبتهدي عليهم بقى لحد لما يستووا. وعلى ما الرز يكون استوى، طبعا في حد مننا قاعد بيعمل سلطه، وفي حد طبعا قاعد بيغسل ورانا المواعين، وفي حد تاني زي ما انتم شايفين بقلب الرز، وفي حد تاني بيجهز تتبيله السمك يعني، فكلنا بنشارك. كان الرز ما شاء الله زي ما قلت لكم خلاص بدا ان هو يدخل في السوا، ودلوقتي جاهزين بقى ان احنا نعمل تلحيسه عجينه. معرفش تلحيسه اللي طالع لنا فيها دول، كل ما ادخل اشوف وصفه سمك يقول لك هنعملها بالتلحيس. ما علينا، احنا هنعمل تتبيله حلوه قوي تحافظ بقى على طعم السمك، وكمان تحافظ على الزيت، لان احنا هنقلي كميه كبيره، فعايزين الزيت بقى يستحمل معانا لاخر رصه يعني، ما نفضلش ان احنا كل شويه نغير فيه. احنا حطينا بقى هنا يعني 5 كوبايات دقيق، حطينا عليهم كوبايتين من النشا، حطينا معلقتين كبار من التتبيله، وبدأنا بقى ان احنا نظبط قوام التتبيله دي لحد لما ما شاء الله زي ما انت شايفه كده مسكت على السمكه. وحطينا بقى طاستين على النار، بناخد السمكه نحطها في التتبيله دي على طول. بصي كأنها عجينه القرنبيط كده، فاكره القرنبيط زي شبهه كده. فببدأ بقى ان انا اغطس السمكيه فيه واحطها في الزيت وهو سخن، وبستنى بقى ما بقلبش على طول، بستنى لما السمك يتحمر وياخد اللون الجميل ده، وبعد كده ببدأ اقلبه يتحمر على الناحية التانية دي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين يعني السمك وهو في الطاسة مقرمش وحلو قوي. خرجنا اول رصة بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله شكل ولون السمك حلو قوي يفتح النفس. السمك مستوي حلو قوي قوي من جوه على فكرة، وريحته تحفة. ريحة السمك بالتتبيلة المميزة اللي احنا عملناها دي حلوة قوي. كمان فكرة العجينة او تتبيلة العجين دي من بصراحة انا من الناس اللي بحب ان انا اعمل السمك في عجينة زي كده، او على الاقل قبل ما اقليه في الزيت احطه في مية علشان خاطر احافظ على الزيت، وكمان السمك يفضل مقرمش معانا لاطول وقت ممكن. هنعمل بقى كل كمية السمك بنفس الطريقة، حتى السمك الروسي اللي معانا عملناه برضو بنفس الطريقة، وبجد ما غيرناش الزيت ولا مرة. وزي ما قلت لك كده احنا بنكون مقسمين المهام، فما شاء الله يعني حد بيقلي السمك وحد تاني ما شاء الله. بصوا جهز لنا بقى طبق السلطه المتين ده، ما شاء الله زي ما انتم شايفين السلطه متشكله خيار وفلفل وبصل وجزر وليمون وطماطم، واللهم بارك. هنا كنا عملنا يعتبر اكتر من نص كميه السمك، وكمان مش بدأنا نغرف، احنا اصلا قربنا نخلص غرف. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الطبق بنحط فيه مغرفتين رز كبار، وبنزين الرز طبعا بشويه جزر، والسمكه كده بنحط عليها شويه من الخضره وشويه سلطه. وبالنسبه للسمك المقلي بالطريقه دي انا حبيته، بس كان يفضل ان احنا نحطه في الدقيق الاول وبعدين العجينه دي. المره الجايه هنعمله بالشكل ده. عايزه اقول لك كمان تكلفه الوجبات دي علشان خاطر دايما اللي بيسالونا، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اصلا شكل الوجبات شاهي جدا ويفتح النفس. وكمان بالنسبه لتكلفه الوجبات دي كانوا 65 وجبه، يعني تقريبا دخلهم كده في 2300 2400 تقريبا يعني. اتمنى طبعا ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، وما شاء الله زي ما انتم شايفين شكل الوجبات شاهي جدا. استنونا في حلقات تانية ان شاء الله.